يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده اللي أنا بتكلم فيه بعرف الناس إنك أنت عشان تعمل حاجة وتنجح فيها لازم تبقى محدد لنفسك هدف واتنين وتلاتة وعشرة. حدد لنفسك كل الأهداف اللي أنت عايزها وشايفها إيجابية في حياتك، بس أنت بتحدد الهدف مش للأسبوع ده ولا للشهر ده، أنت بتحدد الهدف لل5 سنين اللي جايين والسنة والاتنين اللي جايين. بتحدد الهدف بناء على الحياة اللي أنت عايز تعيشها لما بعد. يعني انت دلوقتي لو راجل بتشرب سجاير وحابب انك انت تبقى شخص ما بتشربش سجاير، فانت من دلوقتي بتقنع نفسك وبتهيئ دماغك انك انت ما بتشربش سجاير، وبتتحدى الموقف ده، وبتبقى عامل حسابك انك انت بتقعد في اي مكان مع اي حد في اي وضع كان، موجود في دخان او مش موجود في دخان، فمأقلم نفسك انك انت قد التحدي ومش هتشرب سجارة، ولا يفرق معاك الدخان اللي هتشمه، ولا يفرق معاك السجارة اللي بتيجي قدامك. انت واخد الموضوع جد انك انت توقف سجاير، فبتوقف سجاير يوم 2 3 4 5 10 20 30 40 يوم، ايا كان اليوم اللي بيعدي، المهم انك انت بتستمر انك انت بتوقف عادة زي كده وبتفضل مستمر فيها مدة طويلة قوي. بعد كده بتصبح عادة عندك انك انت نفسيتك بتقبل انك توقف العادة دي، وما عدتش تفكر فيها ولا عدت انك انت قابل انك ترجع لها تاني. ده بيتحدد انك انت حطيت في عقلك انك ما بتشربش، انك انت ما بتستخدمهاش، فده عقلك بيصدقه باعتبار انك انت بتقضي يومك كله متأقلم على انك انت ما فيش سجاير خالص، لا بتمشي بيها ولا بتحطها في بقك ولا بتستعنيها ولا بتفكر فيها ولا حتى تشغل بالك بيها خالص. فيومك بيعدي انك انت كلت أكلة كويسة، أكلة تقيلة، مشيت كتير، مشيت قليل، اتكلمت، شربت شاي، شربت نسكافيه، شربت قهوة، شربت أي حاجة مشروب، أي حاجة متعود إن أنت بتحبس بعديها بسجاير، فانت خلاص غيرت العادة وما بقيتش تحبس بسجاير خالص ولا بقيت تشرب سجاير خالص. فبقى الموضوع بالنسبة لك بقى عادي انك انت ما تشرب سجاير، فدي بتبقى حاجة بتبنيها لقدام. كذلك برضو بتلاقي نفسك بتبني قصادها عادة تانية انك انت تثقف نفسك في حاجة، تتعلم حاجة جديدة اونلاين، تتعلم حاجة جديدة في الشغل بتاعك، تطور من نفسك في الموضوع بتاع الشغل بتاعك. المهم انك انت بتبني عادات لقدام. تبني بقى عادة انك انت تبقى راجل جسمك كويس، تبقى راجل بتبعد عن الاكل اللي غير صحي، تبقى راجل بتبعد عن اي حاجة لها علاقة باللي هي ما تديلكش قيمة لحياتك لقدام. فده بيساعدك انك انت تبقى حاجة كويسة لقدام. ومعلش انت دلوقتي في حاجات ممكن تحرم نفسك منها، الحاجات اللي ممكن تحرم نفسك منها دي هتخليك انك انت تبقى قوي في المرحلة اللي قدام، اللي هي كمان سنة او 2، تبقى قوي من ناحية انك انت متحكم في الشيء اللي انت ما كنتش قادر تتحكم فيه دلوقتي. لو انت بتاكل اكلة بتعجبك اوي وبتديك متعة، والاكلة دي فيها 1% من القيمة او 1% فايدة، وبقية 100% تلاقيهم مجرد متعة، تديكم متعة متديكش فايدة. ايا كان بقى الاكل ده غير صحي، اكل شوكولاتة، ايا كان نوع الاكل، فانت بتدرب نفسك انك انت تاكل الاكلة الكويسة اللي تبني جسمك من جوه، تخليك من جوه عندك طاقة انك تكمل يومك. في اكل يقفلك وفي اكل يفتح نفسك للشغل وللطاقات، فتبقى عامل حسابك وعارف ايه اللي بتطور نفسك فيه ايه اللي انت تبقى طول اليوم مندمج فيه، تبقى طول اليوم مستمتع انك غامز نفسك في قلب الشيء ده. سواء بتتعلم حاجة، عمال تسمع في فيديوهات وعمال تتفرج في فيديوهات للحاجة اللي انت بتتعلمها دي، وتضيع ساعة من يومك، ساعتين 3 ساعات من يومك، كل ده بيبرمج عقلك من جوه انك انت في الجزء ده بيتشكل جوه عقلك. فبتنام تصحى تتفرج على الفيديوهات دي، تنام تصحى تتفرج على الفيديوهات دي، لحد ما بتلاقي نفسك بتتطور انك انت بتشتغل في الحاجة دي. لما بتشتغل في الحاجة دي الموضوع بيتطور معاك بعد كده انك بتبقى منتج للشيء ده. الحاجة اللي بتركز عليها طول الوقت وبتركز عليها وقت طويل قوي في يومك، بتبقى انت عامل زي اللي بقت محترف في الحاجة دي، بقت محترف في الشيء ده. لو انت حابب انك انت تعمل دخل في حياتك اونلاين، فبالتالي هتتفرج على الحاجات والفيديوهات اللي بتدعم الحاجة دي، فيديوهات بتعرفك ازاي تبيع منتج، فيديوهات بتعرفك ازاي
تبقى شاطر في البيع الشيء ده، تبقى شاطر في انك انت تعمل حاجة بتفيد الناس، تبقى شاطر في انك انت ازاي بتسوق المنتج بتاعك. كل مرة بتتفرج على فيديوهات كده، كل مرة بيبني عندك سيستم في عقلك انك وقتك كله بتشغله في حاجة بتفيد بها نفسك، وبتستثمر في دماغك وبتستثمر في نفسك، انك انت بتتشكل انك بعد كده لما بتيجي تشتغل انت خلاص دماغك استسلمت وعارف انت وقتك بيضيع في ايه. كل مرة بتركز على الحاجة اللي انت حابب تتعلمها وحابب تنجز فيها بيخليك تتطور اكتر، كل مرة بتتطور اكتر، وكل مرة ما بتتطور بتضيف على اللي موجود عندك. فلما انت تكون انت شخص بتدور على الحاجة اللي بتفيدك وبتضيع يومك ووقتك وساعات يومك كلها في الحاجة اللي بتفيدك، فبالتالي هتقدر انك انت تحولها لشيء تفيد بيه الناس. فبالتالي انت كده بتدي قيمة، بتدي حاجة تفيد بها الناس، فبالتالي هتلاقي في عائد عليك. لو انت حابب انك انت تطور نفسك في السنة اللي جاية والسنة اللي بعدها، فانت تشوف هدف تشتغل عليه طول الوقت، والهدف ده تعلم انجليزي، او الهدف ده بيع اونلاين، او الهدف ده صناعة محتوى، او الهدف ده انك انت تكبر شغلك، تكبر رزقك، تكبر دخلك. ايا كان الهدف اشتغل عليه كتير، اشتغل عليه كتير طول الوقت. يعني نام واصحى وانت بتفكر في الهدف ده، نام واصحى وانت بتشتغل في الهدف ده، وما تضيعش وقت غير لو انت بتتفرج على فيديوهات تدعم الهدف بتاعك. في التسجيلات الصوتية على الانترنت، اي حاجة لها علاقة بالحاجة اللي انت حابب تتعلمها، شوف الناس بتتكلم عليها في ايه وحاول تسمع كتير عنها، حاول تقرأ كتير عنها، حاول انك انت تشوف فيديوهات كتير عنها. برمج دماغك طول الوقت ان الشيء ده انت مستمتع بيه وبتكون معلومات كتير بيه طول الوقت لحد ما تلاقي نفسك مخك اتزرع جواه الشيء ده. لما اتزرع جواه الشيء ده بقيت انت بدأت تاخد خطوات انك تشتغل على المنظومة دي، وبدأت تاخد خطوات انك انت تبقى عندك خبرة وخلفية عن الشيء ده، فبدأت انك تشتغل وتمارسه، فبقى عندك في السيستم في دماغك انك بتعرف تعمل الحاجة دي. ايا كان، سواء انك انت بتتعلم لغة وبتحفظ جمل كتير وبتتعلم ازاي تنطق، بتتعلم ازاي تسمع الجمل وتسمع جمل كتير وتسمع قصص كتير انجليزي وبتتكلم كتير انجليزي وبتحفظ كتير انجليزي، فانت لسانك اخذ على الانجليزي، مخك اخذ على الانجليزي، ودنك اخذت على الصوتيات في الانجليزي، فبقى عندك ذاكرة كاملة، معلومات كاملة عن الانجليزي. كل يوم هتلاقي فيه تطور بيحصل مع الوقت، تطور بيحصل مع الوقت، انك انت بتقرب كل شوية، بتقرب ما بين انك انت بتحفظ جمل كتير، ما بين انك انت بتفهم اللي انت بتسمعه، ما بين ان انت بتحفظ كتير، فيبقى عندك محصلة كتير قوي اللي انت بتحفظه. كل ده بيبني عندك عادة انك انت اللغة دي انت بتتشكل جوه دماغك. لما بتشكل جوه دماغك بيبقى حتة انك انت اللغة دي بقت بتاعتك خلاص، انت ايه بتوصل لمستويات موجودة في المهنة، بتوصل لمستوى موجود وفي اللغة، فبتتطور اكتر، فبتقدر باللغة دي انك انت تعرف تعمل بيزنس، تعرف انك انت تتطور وفلوسك تزيد. كذلك الموضوع لما بتحب انك انت تطور في جسمك، بتبدأ بالرياضة اللي هي ما بتكلفكش فلوس، انك انت بتنزل الصبح تجري شوية، تمشي شوية، تلعب ألعاب لها علاقة بان هي تخلي مستوى صحتك كويس. ومن ناحية تانية بتتطور كل يوم. انت اللي انت بتتكلم فيه ده او اللي انت بتعمله ده، انك انت على مدار السنة انت بتمارس اللغة، على مدار السنة انت بتمارس الرياضة، على مدار السنة انت بتمارس الحاجات اللي لها علاقة بجسمك، بتخلي جسمك كويس وصحي ونشيط طول الوقت. بتمارس الحاجات اللي لها علاقة بالصحيان بدري، بالنوم بدري، بالاكل الصحي، بالاكل الكويس. بتعمل سيستم كامل ممنهج لجسمك كله انك انت متجه نحو الشيء الكويس. الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده هو نتيجة ان انا على مدار يومي بشكل ساعة للقراية، ساعة للتعلم الانجليزي، حفظ واستماع وقراية وكل حاجة في خلال الساعة، وساعة تانية لقراية كاملة، وساعة تانية ان انا طول الوقت بقى بشوف فيديوهات ازاي ابيع على امازون، ازاي ابيع على المواقع، ازاي اعرف دي واعرف دي. فانا بحاول ان انا على مدار يومي اشكل مخي يبقى كل الفيديوهات اللي انا بشوفها حاجات تدينا فعليه. مشكل يومي ان انا عندي 3 4 5 ساعات، ال4 ساعات دوت انا ممكن ابقى نمتهم وصحيت ما استفدتش باي حاجه خالص، بعد جسمي بقى وجعني من كتر النوم. يا اما استفادوا من ان انا بقطعهم ساعه تعلم قرايه،
والساعة التانية تعلم انجليزي، والساعة التالتة ان انا بشوف فيديوهات كتير على اليوتيوب، والساعة الرابعة ان انا بمارس حاجة انا بحبها، تمام، بتعلم حاجة جديدة. فكل مرة كده كل مرة كده دماغي تحب ده. في الاول ممكن تلاقي فيه صعوبة، بعد كده بالممارسة اجبر نفسك انك تمارس، انك مش تعمل حاجة غير لما تعدي الساعة دي. الساعة بتاعت الانجليزي انت بتحط تايم على التليفون وبتشغل التايم، طول ما الساعة بتاعت التليفون من اول ثانية لحد اخر ثانية انت مدي الساعة الكاملة دي كلها للشيء ده. انت ما بتعملش حاجة غيره، غير انك انت بتحفظ يا بتسمع يا بتردد، يا بتحفظ يا بتسمع يا بتردد، يا اما فيديو بتسمعه للاخر، يا اما قصة بتسمعها وبتقولها وبتحفظها، يا اما جمل بتحفظها كتير. فانت شاغل دماغك في الساعة دي على كده، على ده اللي انت بتعمله طول الوقت. خلصت الساعة، شكرا، انا كده عملت اللي عليا، ان انا مركز، عملت زوم كامل في خلال الساعة دي على الحاجة دي، والحمد لله قدرت ان انا انجزها. الساعة اللي بعدها بتكون ان انا هقرأ. طب انا هقرأ، يبقى انا طبعا هشغل التايم بتاع الساعة، اول ما الثانية ما تبدأ في الساعة لحد ما تنتهي اخر ثانية، انا مش بعمل حاجة غير ان انا ماسك الكتاب بقرأ صفحة، في التانية، في التالتة، في الرابعة، في الخامسة، في 20، في ايا كان عدد الصفحات، بقرأ وبنمي عندي ان انا بقرأ كتير. دي عادات تخليك على مدار سنة واثنين وثلاثة بتبني حاجات ايجابية لنفسك تفيدك لقدام. كل كتاب تقرأ منه صفحات بيفيدك في معلومات مش صاحبك اللي هيقولك عليها. صاحبك لو هو نفس مستواك في الشغل ونفس مستواك في الحياة مش هيقولك عليها. اللي عامل الكتاب ده عامل معلومات، هو راجل غني حاطط معلومات تفيدك انك انت ازاي توصل اللي هو وصل. هو مش بيعمل كتاب ان هو يبيع لك الهوا، هو بيعمل كتاب يبيع لك ازاي تستثمر فلوسك، ازاي تطور مخك، ازاي تبيع اكتر، ازاي تعمل فلوس، ازاي صحتك تبقى كويسة، ازاي انك انت تبقى مشهور، ازاي انك انت تبقى معروف في المجتمع اللي انت فيه وتدي وتبدع اكتر. كل واحد غني في حياته وكل واحد عايش حياته بوفرة، عامل كتاب وكتب كتير موجودة، فكل كتاب بيديك معلومة واثنين وثلاثة. لما تفيد مخك بالقراءة مستمرة طول الوقت هتلاقي نفسك عندك محصلة كبيرة للعلم، وكل مرة بتتطور، غير ان مخك بيستمتع بالقراءة وبيستمتع دايما بان هو يقرأ في حاجات متنوعة، يبقى عنده خبرة خلفية بالنسبة للقراءة وبالنسبة للتعلم، بالنسبة انك انت تشوف الفيديوهات الكتير اللي لها علاقة بالتعلم اونلاين. فده بيفيدك وبيديك محصلة كبيرة انك انت بمجهود فكري تقدر تعمل شغل وتعمل فلوس وتجيب نفع لناس كتير وتشغل ناس عندك، والناس اللي بتشتغل عندك دول يبقى ليهم دخل ويبقى لهم دخل كبير. كل ده انت بتعمله وبتوصل له لما تبقى انت طورت نفسك في خلال سنة، في خلال التانية، في خلال التالتة. كل مرة انت بتضيف وبتطور، كل مرة انت بتحط بذرة في قلب الارض اللي موجودة جواك بتكبر علشان توصل للحرية المالية، انك انت متعلم تعليم عالي من خلال القراءة، ومن خلال انك انت كل شوية بتطور نفسك، من خلال ان انت بتشوف فيديوهات كتير تطور نفسك وتتعلم ازاي تبيع، ازاي تبقى الشخص الناجح في حياتك. لو انت ما بصيتش للكلام ده وما بصيتش انك انت تزرع دلوقتي، هتلاقي نفسك في سن 40 وفي سن 50 وفوق 50 زيك زي الموظف اللي مش عارف يعمل لنفسه أرضية في السوق ويبقى حر وعنده فلوس بتزيد وهو قاعد مرتاح. كل ده انت مش هتوصل يعني بالتعليم وبانك انت تمارس التعليم كل مرة في دماغك وتفضل تشتغل عليه كتير عشان توصل لمرحلة ان انت تصحى من النوم كده تفتح اللابتوب وتشتغل على النت وتجيب فلوس. المرحلة دي انك تفتح اللابتوب وتشتغل وتجيب فلوس مش هتيجي غير لما تكون ده تطور من خلال القراية، من خلال التعلم، من خلال تعلمك في إضافة لغة جديدة. كل ده مش هيتم غير لما انت تكون بتاخد خطوات كل يوم بتزيد وتعيد فيها. لما توصل لسن 40 و45 و50 وصحتك في حالة كويسة، لا انت بتمشي بشنطة علاج ولا بأدوية ولا بحقن ولا بتبقى بتمارس ولا كل يوم بتروح للدكتور عشان عندك مشاكل صحية. انت لما بتجري كل يوم وتلعب رياضة كل يوم الصبح وبتخلي نفسك في صحة كويسة، ده بيساعدك انك انت تبقى شخص قوي في عضلاتك، شخص قوي عندك قوة
عندك قوة متانة كبيرة، ماشي، مخك قوي. فالحاجات دي كلها لازم تبقى محددها دلوقتي، لو انت في العشرينات او انت في الثلاثينات او انت حتى في الاربعينات، لازم تحددها. حدد انت حابب توصل لايه اخر يوم في عمرك. انك انت لو لسه زيرو تعليم، ابدأ وتعلم واقرا، وابدأ انك انت تشوف فيديوهات كتير، وابدأ انك انت تخبط وتعمل كل حاجة تساعدك انك انت تتطور كل مرة. صناعة الفيديوهات دي مخليني ان انا كل يوم اضيف، كل يوم عندي فكر ان انا احط حاجة في الفيديوهات واضيف. هخلص حاجة اخش في التانية، واخلص حاجة اخش في التالتة. يمكن انا بتكلم في الوقت ده فيديو بدائي، بس انا بتكلم عشان في يوم من الايام هتشوف الفيديوهات دي هتقول الشخص ده كان صريح في اللي هو كان بيقوله، وكان بيحاول بيعافر في ان هو يوصل للحرية المالية. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناة، وبعت لي اي كومنت في اي حاجة حابب تعرفها او تستفسر عنها. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه انيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.